السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الرياضة. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو أقوى 10 صفقات تمت رسميا هذا الموسم 2023 في الميركاتو الصيفي. لكن في جزء ثاني سوف نطرح لكم رابط الجزء الأول في وصف هذا الفيديو. وضعوا لنا أقوى الصفقات التي عجبتكم في هذا الموسم في تعليقات هذا الفيديو، لننشئ لكم فيديو أقوى 10 صفقات تمت رسميا هذا الموسم باختيار المشجعين. لكن قبل البدء اشترك بالقناة زائد تفعيل جرس التنبيه زائد لايك للفيديو تابع المشاهدة. أولى الصفقات هو الظهير الأيسر الألماني فيليب ماكس إلى نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني قادما من نادي أيندهوفن الهولندي بعقد يمتد حتى موسم 2026 مقابل 2 مليون يورو. ثانيا يتعاقد نادي برينتفورد الإنجليزي مع الحارس الهولندي مارك فليكين إلى نادي برينتفورد الإنجليزي قادما من نادي فرايبورغ الألماني مقابل 11 مليون جنيه استرليني. ثالثا لاعب خط الوسط الألماني محمود داوود إلى نادي برايتون بصفقة انتقال حر قادما من نادي بروسيا دورتموند بعد نهاية عقده وحتى موسم 2026 مع النادي الإنجليزي. رابعا لاعب خط الوسط جيمس ميلنر إلى نادي برايتون الإنجليزي قادما من نادي ليفربول بعد نهاية عقده ينتقل بصفقة انتقال حر لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لنادي برايتون الإنجليزي. خامسا يتعاقد نادي بيرنلي الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي مع اللاعب جوردين باير قادما من نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مقابل 13 مليون جنيه استرليني وبصفقة قد تتم حتى 4 مواسم قادمة. سادسا المهاجم كريس وود إلى نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي قادما من نادي نيوكاسل وقد كلف النادي ب15 مليون جنيه استرليني وبعقد لمدة 3 مواسم قادمة. سابعا يتعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع اللاعب ماك أليستر مقابل 60 مليون باوند وبعقد يمتد حتى موسم 2028. ثامنا المهاجم الإسباني ماركوس أسينسيو إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قادما من نادي ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الملكي لمدة 4 مواسم قادمة مع نادي باريس سان جيرمان وبراتب 10 مليون يورو. تاسعا المهاجم الفرنسي أسطورة نادي ريال مدريد اللاعب كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد جدة السعودي قادما من نادي ريال مدريد وسوف يحصل اللاعب كريم بنزيما على 200 مليون يورو في الموسم الواحد زائد الصفقات التجارية الذي سوف يحصل عليها من النادي وبعقد ساري لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم آخر. عاشرا وأخيرا أسطورة برشلونة السابقة اللاعب ليونيل ميسي إلى نادي أنتر ميامي الأمريكي بعد أن كان الهلال السعودي الأقرب بضمه إلى أن النادي الأمريكي الذي فاز بخطوات اللاعب الأرجنتيني وسوف يحصل اللاعب ليونيل ميسي ب100 مليون يورو سنويا زائد أسهم من شركة أبل وشركة أديداس في أمريكا وزائد نسبة من البث التلفزيوني زائد الحصول على أسهم من النادي الأمريكي بنسبة 35% من أسهم النادي بعد الاعتزال من كرة القدم. وهناك العديد من اللاعبين الذي جددوا التعاقدات مع أنديتهم أحدهم اللاعب ماركينيوس المدافع البرازيلي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم 2028 والجناح الإنجليزي اللاعب بوكايو ساكا مع النادي الأرسنال حتى موسم 2027.
وأخيرا الجناح البرازيلي اللاعب فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد حتى موسم 2028، وسيتقاضى اللاعب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.